الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كتاب حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون للإمام أحمد الدمنهوري رحمه الله. وأخذنا البارحة المقدمة عرفنا فيها الشارح والناظم، ثم بعد ذلك أخذنا مقدمة الكتاب. واليوم إن شاء الله سندخل في تعريف البسملة إلى غير ذلك، البسملة والحمد لله وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقرأ لنا واحد بصوت مرتفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياه بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أبتدئ بالبسملة. أقول ابتدأ، يعني الناظم هو الذي ابتدأ. سهم الناظم هو الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأخضري هو الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهم الأخضري هو الذي قالها. نعم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بماذا افتتح القرآن؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هذا هو. كل أمر ذي بال. ما معنى ذي بال؟ صاحب بال، يعني يهتم به شرعا. ذي بال معناه يهتم به شرعا. هذا معنى ذي بال، يهتم به شرعا. هذا معنى ذي بال. لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني ناقص وقليل البركة. ناقص وقليل البركة، هذا معنى أبتر. وفي رواية أقطع وفي رواية أجدم. هنا يا جماعة الخير، فهذا الأمر الذي لا تبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم حتى وإن تم حسا لا يتم معنى، يكون في المعنى قليل وناقص البركة. مثل الأكل مثلا، تريد تأكل لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأكل يكون ناقص وقليل البركة، حتى ولو الأكل هذا أكلته كله مثلا، لكن وإن تم في الحس لكن في المعنى ناقص وقليل البركة، لأنك لم تسمي الله تبارك وتعالى. فكل أمر يهتم به الشرع لا تبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم
فهو أبتر، يعني ناقص وقليل البركة. هنا عبر بأبتر. الأبتر ما هو الأبتر؟ هو الحيوان المقطوع الذيل، هذا يسموه أبتر. والأجذم هو الرجل يابس اليد، والأقطع هو الرجل المقطوع اليد. هذا الرجل مقطوع اليد هذا يكون ناقص في المعاملات، لا يستطيع يحمل ولا يستطيع هكذا. فالأبتر في حقيقته ما هو؟ الأبتر هو الحيوان مقطوع الذيل، هذا هو الأبتر. فهو هنا أتى به ليقول لك أنه ناقص وقليل البركة، ناقص وقليل البركة. فمن يا جماعة الخير، ولا مثلا تريد تؤلف كتاب من الكتب ولكنك لم تبدأ بسم الله الرحمن، فهذا الكتاب وإن تم وإن أكملته لكن يكون ناقص وقليل البركة، في المعنى يكون ناقص. فمن الكلام هكذا وهكذا، كل أمر ذي بال. نعم. وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. نعم. وفي رواية أخرى كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. ما معنى الأجذم؟ من هو الأجذم؟ هو يابس اليد هكذا، يده يابسة، لا يستطيع يعمل بها شيء، يابس هكذا، أجذم، مجذوم. فهم كلام؟ فالآن الأجذم هذا ناقص ولا لا؟ ناقص، لا يستطيع مثل الذي عنده يد صحيحة، يكون ناقص، هذا هو الأجذم. فكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، ناقص وقليل البركة كذلك، ناقص وقليل البركة. فالآن أنت ترى الآن، لو ترى الآن تجد فيه تعارض، صح ولا لا؟ فيه تعارض ولا لا؟ حديث يقول كل أمر ذي بل لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وحديث يقول كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. فكأن فيه تعارض، فيه تعارض ولا لا؟ كأن فيه. كيف الآن نعمل بالحديثين؟ هل نبدأ بالبسملة ولا نبدأ بالحمدلة؟ لو بدأنا بالبسملة فاتتنا الحمدلة، لو بدأنا بالحمدلة فاتتنا البسملة. كيف نعمل الآن؟ مفهوم؟ فهنا كأنه فيه تعارض بين الحديثين. الآن أنا بماذا أعمل الآن؟ كلاهما. الحديث يقول كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذب. فبماذا أبدأ؟ فكأنه وقع تعارض هنا. أيوة، زيد. ولا تعذر في العمل بالحديثين. ولا تعذر. الشيخ قال لك هنا لا يوجد تعذر، لا، ممكن أعمل بهما. كأنك أنت قلت الآن أنا كيف أعمل الآن؟ أبدأ بالبسم الله ولا أبدأ بالحمد لله؟ أنت قلت في تعارض، فالشيخ قال لك ولا تعذر في العمل بالحديثين. لا يوجد تعذر، سأحل لك المشكلة. قال لك الشيخ لا تعذر. نعم. انظر تحت ماذا قال: جواب بالمنع عما يقال إن الحديثين متعارضان لأن امتثال أحدهما يفوت الامتثال الآخر، لأنك لو بدأت بالبسملة تفوتك الحمدلة، ولو بدأت بالحمدلة تفوتك البسملة. صحيح؟ قال: إذ البداءة إنما تكون بواحد فالعمل متعذر. فلما أنت ظننت التعذر العمل بهما قال لك الشيخ ولا تعذر في العمل بالحديث، ممكن تعمل بهما معا. نعم. للحمل الابتداء فيهما على الأعم من الحقيقي والإضافي. انظر الآن، عندك الابتداء الحقيقي، عندك الابتداء الإضافي. ما هو الابتداء الحقيقي؟ هو الذي قدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. هنا في هذا الكتاب ما المقصود من هذا الكتاب؟ ما هو المقصود؟ هذا الكتاب ما هو المقصود منه؟ هذا الكتاب مقصوده ما هو المقصود منه؟
ما المقصود من هذا الكتاب؟ هذا مقصود منه ما هو؟ أنا ماذا أريد بهذا الكتاب؟ ما مقصودي؟ لا تعرفون المقصود من الكتاب هذا؟ ما هو المقصود من هذا الكتاب؟ ماذا تريد تعمل في هذا الكتاب؟ أقرأ علم البلاغة، هذا هو المقصود، علوم البلاغة. فالابتداء الحقيقي هو ما قدم أمام الكلام على علم البلاغة ولم يسبقه شيء. قبل أن أتكلم على المقصود اللي هو علم المعاني والبيان والبديع، هذا هو المقصود. هذا ابتداء حقيقي، ما قدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء، هذا يسموه ابتداء حقيقي. أما الابتداء الإضافي هو ما قدم أمام المقصود سواء سبقه شيء أو لا، سواء سبقه شيء أو لا. انظر تحت الشيخ ماذا قال تحت: الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، سطر عليه. والابتداء الإضافي ما تقدم أمام المقصود سواء سبقه شيء أم لا. فكل حقيقي إضافي ولا عكس، كل ابتداء حقيقي إضافي، لكن لا عكس، ليس كل إضافي حقيقي. مفهوم؟ ليس كل إضافي حقيقي، لأن الإضافي قد يكون سبقه شيء فلا يكون حقيقي، هذا هو. فكل ابتداء حقيقي فهو ابتداء إضافي ولا عكس، وليس كل ابتداء إضافي حقيقي. لماذا؟ لأن الإضافي قد يسبقه شيء فلا يكون حقيقي. فمن الكلام. فالآن الشيخ قال: لا تعذر في العمل بالحديثين. لماذا؟ لحمل الابتداء فيهما على الأعم. يعني ممكن هنا نحمل الابتداء على ذكر الله، لا أحمله لا على البسملة ولا على الحمد، وإنما ذكر الله، فيكون الابتداء أعم من الحقيقي ومن الإضافي. قد أحمل هنا الأعم على ذكر الله، على ذكر الله، هذا هو. أو لحمله في الأول على الأول، أو في حمله في الأول على الأول. في الأول ما هو؟ حديث البسملة، أحمله على الأول. ما هو الأول؟ ابتداء الحقيقي. وفي الثاني اللي هو الحمدلله على الثاني اللي هو ابتداء الإضافي. هذا فهمنا يا جماعة؟ أو لحمله في الأول، أو أحمل ماذا؟ أحمل الابتداء بالبسملة على الابتداء الحقيقي، وفي الثاني وأحمل الحمدلله على الابتداء الإضافي. هذا معنى الكلام. فهمتوا هذا الكلام؟ ها؟ فهمت يا زبادي؟ ها؟ هذا. أو لحمله في الأول. ما هو الأول؟ بسملة. على الأول. ما هو الأول؟ ابتداء الحقيقي. وفي الثاني الحمدلله على الثاني ما هو؟ الإضافي، على الابتداء الإضافي. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. أو لحمله في الأول على الأول وفي الثاني على الثاني. انظر الشيخ ماذا قال تحت: قوله لحمله في الأول أي حديث البسملة، على الأول أي الابتداء الحقيقي، وفي الثاني أي حديث الحمدلله، على الثاني أي الابتداء الإضافي. فأقول ماذا؟ أقول الابتداء بالبسملة هذا ابتداء حقيقي، وهو ما قدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. وأحمل الحمدلله على الابتداء الإضافي، وهو ما قدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. فهنا أستطيع أن أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كلاهما. فيكون بسم الله ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء إضافي، فأستطيع أن أجمع بين الحديثين. فمن الكلام فهنا يتعذر ماذا؟ فهنا لا يتعذر العمل بالحديثين، أعمل بهما جميعا. فهمنا؟ نعم زين. كما في القرآن المبين لكيفية العمل بهما. نعم كما في القرآن، لأن القرآن ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واضح؟ هذا. فالبسملة ابتداء حقيقي والحمدلله ابتداء إضافي. نعم زيد.
على أن اشتراط تحصيل البركة بالابتداء بهما معا محمول على الكمال فقط، يعني اشتراط البداء بهما، يعني اشتراط تحصيل البركة بالابتداء بهما محمول على الكمال، يعني يكفي واحد فقط، بواحد تحصل البركة، لكن لو جمعت بينهما هذا من باب الكمال، من باب الكمال، وإن كانت البركة تحصل بواحد منهم فقط، لكن الجمع بينهما الابتداء بهما معا هذا من باب الكمال فقط، وإن كان تحصل البركة بواحد منهما. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم حصلت البركة، لو قلت الحمد لله حصلت البركة، لكن لو بدأت بهم مع بعض الاثنين هذا من باب الكمال. هذا لذلك قال على أن اشتراط تحصيل البركة بالابتداء بهما معا محمول على الكمال، محمول على الكمال. نعم. وأما أصلها فحاصل بأحدهما. نعم، وأما أصل البركة حاصل بأحدهما. البركة في لهذا الكتاب تحصل ولو بدأت بواحد فقط، ولو بدأت بالبسملة تحصل البركة، ولو بدأت بالحمدلله تحصل البركة. كلام. وأما أصلها يعني أصل البركة هذه حاصل بأحدهما، بل حاصل بكل ذكر غير الحمدلله والبسملة. نعم. بل بكل ذكر غيرهما. لو قلت توكلت على الله مثلا خلاص تحصل البركة، لو قلت استعنت بالله تحصل البركة، وهكذا. بل بكل ذكر تحصل البركة، سواء قلت بسم الله أو قلت الحمد لله أو بكل ذكر تحصل البركة، بأي ذكر. استعنت بالله، توكلت على الله. فهمنا يا جماعة؟ بل تحصل البركة بكل ذكر غيرهما. نعم. كما يدل له رواية بذكر الله. بذكر الله. نعم، لأن يوجد رواية تقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. بذكر الله. نعم. واضح؟ فهنا تحصل البركة بأي ذكر. لذلك قال بل بكل ذكر غيرهما كما يدل له رواية بذكر الله. لو قلت بسم الله حصلت البركة، الحمد لله حصلت البركة، استعنت بالله حصلت البركة، توكلت على الله استحل، لأن كل هذا ذكر، كل هذا يدخل في باب الذكر. نعم. هذا الدالة على اعتبار جهة عمومها. نعم، لأن ذكر الله هذا عام يدخل فيه بسم الله والحمد لله وتوكلت على الله استعنت بالله، هذا عام. هذا الدالة على اعتبار جهة عمومها، لأن ذكر الله هذا عام، فهذا يدل على العموم، لأن ذكر الله يدخل تحته أشياء كثيرة. هذا هو. نعم. فهمنا جماعة الخير؟ أيوة. نعم. وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان. الأولى وصف الأمر بما بعده، قال كل أمر ذي بال، هذا وصف لأمر. كل أمر ذي بال، هذا هو وصف الأمر بما بعده. لأن الأمر قلنا كل أمر، ثم وصفنا الأمر كنا ذي بال، قلنا يهتم به شرعا، هذا معنى ذي بال، هذا هو الوصف. فكل أمر، كل مبتدأ، أمر كل مضاف، أمر مضاف إليه، صح؟ ذي بال هذا وصف، صفة لأمر. ذي بال صفة لأمر. أيوة. فالآن الشيخ قال لك وفي وصف الأمر بما بعده، في وصف الأمر بما بعده فائدتان. عندما نقول ذي بال هنا نستفيد فائدتان. فهمنا؟ أنتم معي؟ فهمتوا؟ أيوة. كل أمر ذي بال. لماذا أتينا بذي بال؟ هذا الوصف، هذا وصف للأمر فيه فائدتان هذا الوصف. نعم. الأولى تعظيم اسم الله تعالى. الفائدة الأولى أنك تعظم اسم الله، فاسم الله لا تذكره إلا عند الأمور المهمة إلا إذا كان أمر ذي بال هناك تذكر اسم الله. فهنا الفائدة التي استفدناها تعظيم اسم الله،
فاسم الله لا أذكره في الحاجات التي ليس لها بال، لا أذكره في الحاجات التي لها بال يهتم بها شرعا. ففي هذا تعظيم لاسم الله، تعظيم لاسم الله. نعم. حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر. خطر هذا مرادف لشأن. خطر مرادف لشأن. نعم. شأن وخطر. ما معنى لها شأن؟ له يعني له أهمية. شأن معناه أهمية. فعندما قلت ذي بال، جماعة الآن الأمن سيراقبنا الآن، إذا كثرنا هكذا ممكن سيتوقف الدرس أصلا، لأن لازال لم يسمحوا بالتجمعات. لازال لم يسمح بالتجمعات. فالآن الأمن هنا، هذه المنطقة كلها مملوءة بالأمن. تجده يبيع في مكتبة وهو تابع للأمن. هذا هنا تجده يبيع في مكتبة وهو من الأمن. تجده يبيع في الطعمية والفول وهو من الأمن. نعم، هذه المنطقة مملوءة بالأمن هذا. فهم يلاحظون، فإذا رأوا الجماعة كثيرة تنزل وتطلع سيبدأ يبحث، ما هذه الجماعة أين تذهب وماذا تعمل. فعند ذلك لو وجدوا التجمع هنا ممكن سيمنعوننا من الدرس، لأن التجمعات لا زالت ممنوعة. التجمعات لا زالت ممنوعة. فنحن لو يزيد 5 أو 10 خلاص صعب. صعب أن الأمن يراقب. على بركة الله. قال: وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان. الأولى تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر. الفائدة الأولى التي استفدناها من وصف الأمر بذي بال أن اسم الله لا يتكلم به إلا في الأمور المهمة. أريد أن أؤلف كتاب فآتي باسم الله. أريد أن آكل آتي باسم الله. أريد أن أسافر آتي باسم الله. هذه كلها أمور مهمة. هذا نعم. الثانية التيسير على الناس في محقرات الأمور. في محقرات الأمور. نعم، التيسير على الناس في محقرات الأمور. نعم، هذا هو. فالآن إذا كان أمر محقر، يعني أمر ليس له أهمية، فعند هذا لا أذكر اسم الله، لا أذكر. فهذا التيسير على الناس ولا لا؟ تيسير. إذا كان أمر ذا بال أبدأ بسم الله. إذا كان أمر غير مهم فلا أبدأ. هذا تيسير على الناس. تيسير ولا لا؟ تيسير. مثل ماذا؟ محقرات الأمور مثلا. كرة القدم. لعب كرة القدم. لكن كرة القدم أصبحت مهمة أكثر من أي شيء آخر. كرة القدم الآن عند الناس مهمة أكثر من أي شيء. بحيث أن الطالب يترك كل شيء ويتفرج على الكرة. أصبح أمر مهم جدا. يعني أريد أن مثلا يعني أمور محقرات، أمور بسيطة مثلا لا ليس هكذا. مثلا أريد أن أقلب الصفحة مثلا. لا هنا هذا أمر خفيف، لا يطلب مني البداء باسم الله. مثلا أريد فقط أقلب الصفحة فلا أقول بسم الله. هذا هو التيسير على الناس. مثلا أريد مثلا هنا نريد أن نرمي الزبالة. لا المهم أمور خفيفة هذه لا يبدأ فيها بسم الله، فهذا التيسير على الناس. واضح كلام؟ فالآن استفدت بوصف الأمر بشيئين. الشيء الأول هو تعظيم اسم الله بحيث أن اسم الله لا يذكر إلا في الأمور المهمة. هذا أولا. الفائدة الثانية تيسير على الناس في المحقرات الأمور البسيطة.
هذا لا أبدأ فيه ببسم الله. لماذا؟ لأنه أمر بسيط، أمر بسيط يعني يسير، فهذا التيسير على الناس. لو أنا قلت للناس لازم كل الأشياء تبدأ فيها ببسم الله، هذا يشق على الناس. أريد أشرب بسم الله، أريد أرفع الكوب بسم الله، أريد أقلب الصفحة بسم الله، أريد أشعل هذه بسم الله، أريد صعب ولا لا؟ صعب. فلذلك قلنا البسملة تكون في الأمور ذات الأهمية، ذات بال فقط. فعند ذلك الأمر الذي ليس مهم لا مشكلة لو لا أبدأ فيه بالبسملة. فهذا التيسير على الناس، تيسير على الناس، هذا معنى الكلمة. وأريد أن كلا من البسملة وأورد ما معنى أورد؟ يعني اعترض، معناه اعترض، أورد. نعم، وأورد. نعم. أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث. بدأ المنطق. ها هو المنطق الآن. تحتاج الآن إلى المنطق. ها هو الذي لم يقرأ المنطق لا يعرف ما معنى الموضوع، ما معنى القضية، ما معنى الأفراد. شفت؟ أهو هنا تحتاج إلى علم المنطق. أهو الشيخ دخل في المنطق. انظر الآن ماذا قال. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أين الموضوع؟ أين المحمول؟ ها هو الموضوع، هذا اسمه موضوع، هذا اسمه صحيح، موضوع محمول. فالشيخ هنا ماذا قال لك؟ انظر ماذا قال. وأورد أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث. هذا الحديث. فالآن البسملة من أفراد الموضوع، البسملة من أفراد الموضوع. كل أمر ذي بال. ما هو الأمر ذي البال؟ قال البسملة فرد من أفراد هذا الأمر. فرد. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فرد من أفراد هذا الموضوع، فرد واحد من أفراد هذا الموضوع. فرد ولا ليست فرد؟ فرد. فالبسملة فرد من أفراد هذا الموضوع، فرد من الأفراد. صحيح ولا لا؟ فرد من الأفراد. فيحتاج كل منهما، كذلك الحمدلة، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدر. كذلك هذا محمول، هذا موضوع. والبسملة والحمدلة فرد من أفراد، الحمد لله فرد من أفراد الموضوع هذا. فهمنا الكلام الآن؟ فقالك فيحتاج كل منهما حينئذ إلى سبق مثله ويتسلسل. يعني اصبر أقوم، لأن هذه لن تفهمها إلا بالشرح. انظر الآن ماذا قال الشيخ. قال وأورد يعني اعترض بأن كل من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلة اللي هي الحمد لله، كلها البسملة فرد من أفراد الموضوع. هذه البسملة فرد من أفراد كل أمر ذي بال، والحمدلة فرد من أفراد الموضوع اللي هو كل كلام، فرد واحد. لأن هذا كل أمر تحته أفراد كثيرة، صح؟ البسملة فرد من أفراد، كذلك الحمدلة واضح؟ فرد من أفراد هذا. فالشيخ قال لك فيحتاج كل منهما إلى سبق مثله. انظر الآن لو قلت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم،
زيد قول ماذا أريد؟ الحمد لله البديع الهادي البديع الهادي إلى بيان معايير الرشاد إلى الآخر. الآن لما بدأت بالبسملة أين حصلت البركة؟ البسملة لما بدأت أين حصلت البركة؟ في المتن من الأول إلى الآخر. هل البركة حصلت في المتن؟ في المتن، في التأليف هذا. لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حصلت البركة في المتن هذا. أنتم معي الآن؟ حصلت البركة في هذا المتن كله تأليف. واضح؟ لكن البسملة هل وقعت فيها البركة؟ هذا البسملة وقعت فيها البركة ولا لا؟ قالوا لم تقع فيها البركة، فتحتاج إلى قبلها. فهذا البسملة لكي تكون فيها البركة لازم آتي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه لازم آتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه قبلها وهذه قبلها وهذه، ويتسلسل. صح؟ هذا معنى الكلام. فالآن لما أتيت ببسم الله الرحمن الرحيم وقعت البركة في المتن كله من الأول إلى الآخر. لكن البسملة قالوا والبسملة لم يقع فيها بركة، فكيف؟ قالوا لازم يسبقها بسملة، والبسملة هذه لازم يسبقها بسملة، والبسملة هذه لا يسبق، وهكذا ويتسلسل. انظر ماذا قال. قال فيحتاج كل منهما حينئذ، منهما يعني البسملة والحمدلله، حينئذ إلى سبق مثله. كل منهم يحتاج إلى سبق مثله، والحمد لله كذلك. لو قلت هكذا يا جماعة الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ما الذي يحصل؟ البركة في الحمد لله البديع الهادي إلى بيان معناه الرشاد. فالآن لما قلت الحمد لله أين حصلت البركة؟ في المتن. الحمد لله الآن لم يحصل فيها، لازم تسبق بمثلها. لازم أقول الحمد لله، وهذه لازم تسبق بها الحمد لله، وهكذا إلى ما لا نهاية. فهمنا الكلام شيخ؟ ويتسلسل. فيحتاج كل منهما من البسملة والحمدلله إلى سبق مثله، لابد يسبق بمثله لكي تقع البركة هنا. فالآن هذا ناقص بركة، لازم أبدأ بسم الله قبله ليقع البركة، وهكذا وهكذا. كذلك الحمدلله وهكذا، ويتسلسل. يصبح عندي تسلسل. فهمنا؟ فأجاب الشيخ قال لا، وأجيب بأن كل منهما كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه. يا جماعة الشيخ قال لك هذا البسملة تحصل البركة لغيرها، صح؟ تحصل البركة للمتن. قال لك لازم تحصل البركة لنفسها كذلك. هذا البسملة لما أبتدئ بها تحصل البركة لنفسها ولغيرها. الحمدلله لما أبدأ بها تحصل البركة لغيرها وتحصل البركة لنفسها. قال لك مثل ماذا؟ مثل الشاة من 40. الزكاة، زكاة الغنم كم يجب؟ في كم؟ ها؟ 40. وهكذا مرتفعة. ثم الغنم شاة ل40 مع أخرى تضم في 21 يتلو 100 إلى غير آخره. ثم الغنم شاة ل40. إذا بلغت عندك 40 كم تخرج؟ 1. هذه الواحدة زكاة عن 40 وعن نفسها، ولا زكاة عن 40 فقط؟ عن 40 ونفسها. هذا كذلك من البسملة تحصل البركة لغيرها ولنفسها كالشاة من 40. هذا الشاة عبارة عن زكاة عن 40 وزكاة عن نفسها. هل زكاة عن 40 فقط؟ لا، عن 40 وعن نفسها، لأن هذا الشاة الواحدة زكاة عن 40 وزكاة عن نفسها كذلك، لأن هذا الشاة تدخل في 40. وضع كلام الشيخ قال لك كذلك البسملة هذه تحصل البركة لغيرها وتحصل لنفسها كالشاة من 40.
اقرأ ستفهم إن شاء الله الآن. وأجيب بأن كل لا منهم أعد من الأول. وأورد يعني اعترض. نعم. أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث. نعم، موضوع قضية الحديث، لأن موضوع الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا موضوع الحديث. كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، هذا موضوع الحديث كذلك. البسملة والحمد لله فرد من الأفراد. نعم. فيحتاج كل منهما حينئذ إلى سبق مثله. نعم، فيحتاج كل منهما إلى سبق مثله. البسملة تحتاج إلى سبق مثلها، والحمد لله تحتاج إلى سبق مثلها، فيتسلسل الأمر. نعم. ويتسلسل وهكذا. نعم. وأجيب بأن كل منهما كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه، كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه. فكما أن البسملة والحمد لله تحصل البركة لغيرها للمتن، يجب أن تحصل البركة لنفسها كذلك، كالشاذ من الأربعين. نعم. كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه. فالبسملة تحصل البركة لغيرها وتحصلها لنفسها، الحمد لله تحصل البركة لغيرها ولنفسها، كالشاة من الأربعين. نعم. كالشاة من الأربعين. تزكي نفسها وغيرها، فهذه الشاة زكاة عن نفسها وعن غيرها. كذلك البسملة بركة لنفسها وبركة لغيرها، الحمد لله بركة لنفسها وبركة لغيرها. فهمتوا الكلام يا جماعة؟ مفهوم؟ أيوة الحمد لله. والباء في البسملة متعلقة بمقدر. أيوة، الجار والمجرور دائما يتعلق بمقدر، ليس كلها، يعني معظمها. فالمجرور بالباء دائما يحتاج إلى مقدر. بسم الله، بالله، بواحد، بالمدرسة، بالكتاب، بالقلم، بالمنزل، كل هذا يحتاج إلى متعلق. المجرور بالباء يحتاج إلى متعلق، لأن الجار والمجرور يعني لا أقول لا يتم، يعني لازم يتعلق، لازم يمسك هكذا في شيء، يمسك في شيء مشتق، يمسك في مشتق هكذا يتعلق به. وكونه فعلا. الأول، والباء في البسملة متعلقة بمقدر. الأول لازم تتعلق بمقدر لا يظهر، يعني مقدر لا يظهر، واضح؟ واجب ماذا؟ واجب الحذف لا يظهر. نعم. الثاني، وكونه فعلا، هذا المقدر الذي قدرناه يجب أن نقدره فعلا. نعم. والثاني، ومن مادة التأليف هنا، لازم يكون من مادة التأليف، لأن المقام مقام التأليف، لازم يكون من التأليف، لازم يكون أؤلف. لا أقول أنام لأنك أنت لا تريد تنام، لا تقول آكل لأنك لا تريد تأكل، تريد تؤلف، فلازم الفعل يكون من مادة التأليف، أؤلف. هذا. الثالث، ومتأخرا أولى. ومتأخرا، لازم يكون هذا الفعل متأخر، لازم يكون في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف. سيتكلم عليهم الشيخ. لماذا أولا لماذا قدرته فعل، سيتكلم. ولماذا من مادة التأليف، ولماذا أخرته، سيتكلم عليهم للثلاثة. أما الأول فأصالة الفعل، فلأصالة. نعم، فلأصالة الفعل في العمل. أما الأول فلأصالة الفعل في العمل. ما معنى أما الأول؟ كونه فعلا، هذا هو. بدأ الشيخ يجيب لماذا قدرناه فعل. قال لك لأصالة الفعل في العمل، لأن ما هو الأصل في العمل؟ الفعل هو الأصل في العمل، الأصل هو الفعل في العمل،
الفعل هو الأصل في العمل، وكل ما يأتي يعني مشتق منه، يعني تابع له. المصدر إذا عمل تابع له، اسم الفاعل تابع له، اسم المفعول تابع له، كل هذا تابع للفعل. الفعل هو الأصل، ليس المصدر وليس اسم الفاعل وليس اسم المفعول وليس الصفة المشبهة ولا غيرها، وإنما الأصل هو الفعل في العمل، هو الذي يعمل في غيره، هو الذي يعمل الرفع والنصب مثلا، والجر إذا تعدى بحرف الجر. نعم. لذلك قدرناه فعلا، لم نقدره مصدرا، قدرنا فعل. لم أقل تأليفي مصدر، لا، قلت أؤلف، قدرته فعلا. لم أقل تأليفي مصدر مثلا، لا. وأما الثاني اللي هو مادة التأليف، من مادة التأليف لا بد أن أقدر الفعل من مادة التأليف. أؤلف، نعم. فلأنه أمس بالمقام، لأن المقام مقام تأليف. ما معنى أمس؟ أليق، يعني يليق، أليق، كما قال الشيخ تحت، أي أليق بمقام التأليف. أليق، أمس معناه أليق، يليق. هنا يليق أن أقدر أؤلف، لأني الآن أنا أريد أن أؤلف، لا أريد آكل ولا أريد أشرب ولا أريد أنام ولا أريد ألعب ولا أريد شيء، أنا أريد أؤلف. فلذلك يعني المقام يستدعي أن آتي بمادة أؤلف. فهم كلام؟ لذلك قال فلأنه أمس، يعني أليق بالمقام، لأن المقام مقام التأليف، فلا بد أن آتي بكلمة أؤلف. نعم. إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبدأ له. البسملة جعلت مبدأ لما يبدأ فيه الإنسان. أنا الآن أريد أن أؤلف، لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم آكل، لا. أريد أؤلف كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، لا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألعب، لا. أنت تؤلف، كيف ألعب ولا آكل ولا أشرب؟ إذ لا يشعر، يعني لا يمكن تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبدأ له، لأن البسملة هنا جعلت مبدأ لتأليف، فلا يشعر تقدير خلافه، لا يشعر تقدير خلافه. مفهوم كلام؟ لا يمكن تقدير خلاف أؤلف، لا يمكن تقدر آكل أو أشرب أو ألعب أو لا يشعر إذ لا يشعر أو تقدير خلافه، تقدير خلاف أؤلف. لماذا؟ بما جعلت البسمة مبدأ له، أن البسملة هنا جعلت مبدأ لماذا؟ أؤلف. نعم. وأما الثالث متأخر، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. لماذا جعلت أؤلف متأخر؟ هذا هو معنى الكلام. الأولى أن أجعله متأخرا. لماذا؟ لكي لا يفوتني البداءة باسم الله. لو جعلته أؤلف بسم الله تفوتني البداءة باسم الله، لذلك أقدره مؤخر. لماذا؟ كي لا يفوتني البدء باسم الله تبارك وتعالى. كذلك لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، يعني لا أبدأ إلا باسم الله، اختصاص. كلام. كذلك تقديم المعمول يدل على التعظيم، كذلك يدل على تعظيم اسم الله، فلذلك قدمته وأخرت الفعل. نعم. وأما الثالث ومتأخرا، انظر الكتب القديمة كيف صعبة، كتب تراثية صعب، لازم تقرأ على الشيخ، صعب. انظر الكلام كيف معقد، صحيح ولا لا؟ نعم. وأما الثالث اللي هو متأخر أولى. نعم. فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم. أين المعمول يا جماعة؟ أين المعمول هنا؟ أو قال لك هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك الشيخ هنا أؤلف أقدره في الأخير، هذا اسمه العامل، هذا اسمه كلهم المعمول. اسم الله معمول،
الرحمن معمول، الرحيم معمول، كل هذا اسمه العامل، كله عمل فيهم هذا، عمل فيهم هذا، عمل. هذا اسمه العامل، هذا اسم الله، هذا اسمه المعمول. فهنا أنا لما أخرت العامل وقدمت المعمول اللي هو اسم الله، هذا يدل على التعظيم، يدل أنا عظمت اسم الله فقدمته اسم الله، اسم الله، هذا يدل على تعظيم لله لاسم الله. نعم. زيد. ودال على اختصاصه كما في نعم. إياك نعبد. ودل على الاختصاص، كذلك تقديم المعمول اسم الله يدل على الاختصاص، يعني لا أبدأ إلا باسمه، لا أبدأ إلا باسم الله، اختصاص يدل على الاختصاص باسمه سبحانه وتعالى. مثل إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، اختصاص العبادة لله فقط، إياك لا غيرك نعبد. كذلك اسم الله لا غيره أبدأ به، فمن الاختصاص هذا هو الاختصاص. نعم. زيد. والاسم عند البصريين. الآن بدأ الشيخ يتكلم على اشتقاق الاسم. نعم. والاسم عند البصريين. نعم. أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخففت بحذف أعجازها وتسكين أوائلها ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصلا للنطق بالساكن. هذا كذلك يحتاج إلى شرح. واحد يمسح لنا السبورة، يمسح لنا السبورة لكي نشرح هذا الكلام. أو قال لك الشيخ هكذلك هذا اسم صح، اسم هذا أصله هكذا، أصله عند البصريين هكذا، سيمو صحيح. قال لك هذا سيمو لما كثر استعماله حذف أعجازها، هذا يسموه العجوز، الواو حذفت الواو، هذا يسموه العجوز. هذا معنى كلام الشيخ. انظر. والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخففت بحذف أعجازها وتسكين أوائلها فأصبح هكذا. لما حذفنا هذا سكن الأول، وتسكين أوائلها بعدما كان مكسور أصبح ساكن. قال لك ثم اجتلبت همزة الوصل. لماذا؟ لكي نستطيع النطق بالساكن، هذا اسم، فاجتلبت همزة الوصل هكذا فأصبح ماذا؟ اسم. هذا الذي حدث، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصلا للنطق بالساكن، لأن هذه لا أستطيع أن أنطقه إلا إذا كان جلبت همزة الوصل، فأقول اسم فأصبح ماذا؟ اسم. هذا فمن الكلام الآن مفهوم. كان أصله سيمو فحذفت هذا العجوز اللي هو الواو لكثرة الاستعمال، ثم سكن أوله فأصبح ثم اجتلبت همزة الوصل التوصل للنطق بالساكن فأصبح اسم. مفهوم؟ هذا زيد. واشتقاقه من السمو. نعم، من السمو، واشتقاقه من السمو فأصله سمو. هذا هو السمو اللي هو ماذا مولا؟ العلو. السمو السمو لأنه يسمو بمسماه، يعني يعلو بمسماه، فهو مشتق من السمو وهو العلو. نعم. زيد.
ووزنه فعله. ووزنه فعل، اسم فعل، ووزنه ماذا؟ وزنه فعل يعني سمو. ثم لما وقع التغيير أصبح ماذا؟ أصبح بعد التغيير إفعل، لأنه في الأول كان سمو كان أصله فعل، صحيح؟ فعل صحيح؟ لما وقع التغيير ما الذي حصل؟ هذا اللام حذفت فأصبح فعل، صح؟ أصبح فعل، ثم أتيته بهمزة الوصل فأصبح إفعل، أو كما قال الشيخ. فهمت هذا الكلام المعقد؟ هذا. فعندما أصله كان سمو معناه فعل، لما حذف التغيير وحذفت اللام فأصبح فعل، ثم أتيت بالهمزة فأصبح إفعل. هذا الذي وقعنا. نزيد. وعند الكوفيين أصله، ما عند الكوفيين أصله ماذا؟ وسم، ليس سمو، لا وسم. نعم. حذفت الواو، حذفوا الواو الآن. كوفيون حذف الواو، كان أصلها هكذا وسم، اسم فعل، حذفت الواو. نعم. وعوض عنها همزة الوصل، وعوض عن هذا الواو همزة الوصل. واضح؟ هنا لما كان وسم كان أصله فعل، لما وقع التغيير كيف أصبح إعل، لأن حذفت الفاء وبقي تعال، ثم أتيت بالهمزة فأصبح إعل. فهمت هذا الكلام؟ هذا هو. نعم. واشتقاقه من السمة وهي العلامة. نعم، السمة اللي هي العلامة، لأنه علامة على مسماه، علامة على مسماه. نعم. والوزن قبل التغيير فعل قبل التغيير، لأن كان وسم فعل، لكن لما حدث التغيير وحذفت الفعل أصبح عيل، وأتيت بهمزة فأصبح إعل. هذا هو. نعم. وبعده إعل. فهمنا الكلام؟ هاي وزيد. والله علم على الذات الواجب الوجود. نعم، الله هذا علم على الذات، علم على الذات. بمجرد ما أذكر لفظة الله مباشرة أذهب إلى أنها علم على الذات، مثل زيد علم على هذا الشخص، فلفظة الله علم على الذات، علم. مثل زيد علم على هذا الذات، عمرو علم على هذا الذات، بكر علم على هذا الذات، كذلك الله علم على الذات، علم على الذات. نعم. ووصف الذات بما بعد الواجب الوجود، هذه هي الصفة، ذات واجبة الوجود. هل هي مستحيلة الوجود؟ واجبة الوجود. هذا الذات واجبة الوجود، هذه الصفة، صفة لله، علم على الذات، هذه الذات واجبة الوجود، صفة للذات. نعم. ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى. وصف الذات بما بعدها، بماذا وصفنا الذات؟ الواجب الوجود. هذا بيان لماذا؟ بيان للمسمى، بيان للمسمى، لأن واجب الوجود هذا مسمى، واجب الوجود هذا بيان للمسمى، بيان للمسمى. ما هو المسمى هنا؟ الله، الله هو المسمى، فواجب الوجود هذا بيان للمسمى. فمن يا جماعة خير بيان للمسمى. نعم. بينا ماذا؟ بينا المسمى وهو الله. ما هذا الله؟ واجب الوجود. نعم. لا لاعتباره فيه. نعم. وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة. وليس كذلك. هذا هو. وإلا لكان المسمى، ما هو المسمى يا جماعة؟ الله. وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة، وليس كذلك. لا، المسمى هو الله فقط، اللي هو الذات فقط، هذا هو. أما الواجب الوجود هذا صفة، هذا
واضح كلام؟ فالمسمى هو الذات فقط، هذا اسم المسمى. أما اسمها واجب الوجود، ولا صفتها واجب الوجود. لذلك وصف الذات بما بعدها بيان للمسمى، بيان للمسمى، وليست يعني ليس معناه المسمى هو مجموع الذات والصفة، لا لا، واضح؟ ليس المقصود بالمسمى أنه مجموع الذات والصفة، لا، مفهوم؟ لا. فالذات شيء والواجب الوجود شيء، صفة. واجب الوجود صفة، أما الذات اللي هي الله هذا ذات. واضح؟ هذا هو نعم. وليس كذلك، بل هي وحدها، بل الذات وحدها، نعم. بل هي وحدها. وقيل مع الصفة، قالك وهذا غير صحيح، وهو خلاف الصحيح. هم جماعة، يعني الشيخ يريد أن يقول لك ماذا؟ يريد أن يقول لك الله علم على الذات، وهذه الذات صفتها أنها واجبة الوجود. فلما وصفنا الذات بما بعدها، لما قلنا ذات واجب الوجود، هذا واجب الوجود صفة للذات، هذا واجب الوجود بيان للمسمى. بيان لمن؟ بيان للذات. وليس المسمى أنه هو الذات والصفة، لا، المسمى ليس هو الذات والصفة، لا، المسمى هو الذات فقط، والذات وحدها فقط. هذا ما يريد أن يقول لك. وإلا لو قلنا أن المسمى هو الذات والصفة، هذا ليس كذلك، بل المسمى هو الذات وحدها فقط، بل المسمى، لذلك قال بل هي وحدها، هذا هو المسمى، والذات وحدها فقط. وقيل مع الصفة، قال لك الشيخ تحت وهو خلاف الصحيح، لا، المسمى هو الذات وحدها، أما واجب الوجود هذا صفة، هذا صفة للذات. نعم، هذا هو. نعم، زيد. واعترض على جعل الله علما. واعترض كذلك اعتراضات كثيرة. اعترض على جعل الله علم، واعترض على جعل الله علما كذلك. قال لك كيف تجعل الله علم؟ كيف نجعل الله علم على الذات؟ كيف نجعل الله علما على الذات؟ لأنك أنت لما تجعل العلم هذا، لما تجعل الله علم على الذات، هذا لازم أولا تتعقل الذات ثم تجعل لها علم. هذا الاعتراض الذي وقع. إذا أردت أن مثلا أجعل علم على هذا الشخص، علم على، لازم أولا أتعقل ذات هذا الشخص، أتعقل ذاته أولا، ثم يأتي بعد ذلك العالم، ثم أسميه عبد الله. فهنا اعترضوا، قال لك كيف تقول أن الله، تقول على الذات الإلهية الله، تجعل الله علما عليها، والعلم لا يجعل حتى تتعقل الذات، وتعقل الذات هذا مستحيل في حق الله. هل نحن لازم نتعقل الذات؟ لا، لم نطالب بهذا. فالآن لا تجعل العلم حتى تتعقل الشيء. فهم اعترضوا، قال كيف جعلت الله علما مع أن العلم لا تجعله حتى تتعقل الذات، حتى تتعقل الذات، وهذا هذا مستحيل في حق الله. الله تبارك وتعالى ليس حتى نتعقل ذاته وبعد ذلك نجعل عليها علما، لا. سيجيب الشيخ أننا نتعقل صفاته إلى غير ذلك. نعم. واعترض على جعل الله علما. كيف تجعل الله علم؟ اعترض. لماذا؟ بأن وضع العالم بإزاء ذاته تعالى فرع تعقلي، هذا فرع تعقلي. أنت لا تستطيع أن تجعل الله علم على ذاته حتى تتعقل ذاته، حتى تتصورها في عقلك، بعد ذلك تسميها باسم الله. فهمنا كذا؟ فهمنا؟ هذا هو. ولا تعقل، لأن تعقل الذات هذا مستحيل أنت تتعقل ذات الله، تتصورها مستحيل.
فالآن فلا وضع، ما دام لا أستطيع أتعقل ذات الله كيف أضع عليها علم؟ هذا الاعتراض الذي وقع. أعيد القراءة. واعترض على جعل الله علما، هذا هو. لماذا؟ قال لك بأن وضع العلم بإزاء ذاته، يعني تضع علم على ذاته، هذا فرع تعقلي حتى تتعقل ذات الله، بعد ذلك تجعل عليها علم. ولا تعقل، لا أحد يستطيع يتعقل ذات الله الآن، فلا وضع. من المفروض لا نضع الله علم على الذات. لماذا؟ لأن الذات لا أستطيع أتعقلها. فهمتوا الكلام؟ فهمتوا؟ هذا هو أنا. فأنا الآن عبد الله هذا قبل أن أضع عليه علم اللي هو عبد الله، قبل أن أضع العلم لازم أتعقله، لازم أتصوره في عقلي. هذا حيوان ناطق مثلا، حيوان ناطق كذا 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 كذا. بعد ذلك أجي آتي وأجعل عليه عبد الله علم على هذا. قال كذلك بالنسبة لله، لفظ الله هذا علم، لكن هذا لفظ الله حتى أجعله علم على الذات لابد أولا أتعقل ذات الله، أتعقلها أولا ثم بعد ذلك أجعل عليها علم الله. قال لك لكن هنا تعقل الذات هذا مستحيل، لا تعقل. فإذا كان لا تعقل معناه لا يوجد وضع، صح ولا لا؟ صح. أنا إذا لم أتعقل عبد الله هذا، لم أتعقله أتصوره في بالي، هل أجعل عليه علم؟ لا. هذا الاعتراض. فهمنا؟ بأن وضع العالم بإزاء ذاته تعالى فرع تعقله حتى أتعقل ذات الله أولا ثم أجعل عليها العالم. قال لك ولا تعقل هنا، لأن لا أحد يستطيع يتعقل ذات الله، فما دام لا تعقل فلا وضع. فمن المفروض لا أضع لفظ الله علم على الذات لأني لم أتعقل الذات. هذا وأجيب بتعقله تعالى بصفاته. أيوة، هنا التعقل ليس بذاته وإنما بصفاته. أنا يكفي أني تعقلت صفاته، أن الله قادر، سميع، بصير، متكلم، مريد، عالم، حي، يكفي هذا التعقل. فما دام تعقلت صفاته يكفي هذا أن أضع عليه علم، يكفي تعقل الصفات. نعم. والمنفي تعقله بكنه حقيقة. هذا هو ماذا؟ هذا هو المنفي. المنفي أنك الكن هو الحقيقة، المنفي هو تعقل بكنه حقيقته. هذا هو المنهي عنه، أني أبحث عن حقيقة الله. هل الله تبارك وتعالى مصنوع من اللحم والدم ولا مصنوع من الذهب والفضة؟ هذا هو المنهي عنه. هذا لا، هذا المنهي عنه. المنفي عنه هو تعقل حقيقة الله، تعقل الحقيقة. هل الله والعياذ بالله مثلنا مثلا؟ هل الله يعني لحم ودم، شحم ولحم، عظم إلى غير ذلك والعياذ بالله؟ لا، هذا لا، هذا منفي. لكن تعقل صفاته لا، ليس منهي عنه. استطيع أن أتعقل أن الله قادر، قدرته عظيمة، قدرته مطلقة، أن الله عالم بالكليات والجزئيات وعلمه غير محدود وكذا، أتعقل. فهنا أجيب بتعقله تعالى بصفاته، أتعقل صفات الله. فتعقل الصفات يكفي في أن أجعل عليه علما فأقول الله. نعم. وهو غير لازم في وضع العالم. نعم، غير لازم في وضع العالم. ليس لازم أني أتعقل ذاته، لا، يكفي تعقل صفاته فقط. ليس لازم، غير لازم في وضع العالم. العالم ليس لازم أني أتعقل ذاته، لا، يكفي أني أتعقل صفاته فقط وبعد ذلك أضع عليه علما، يكفي هذا. ها؟ فهمتوا يا جماعة؟ كلام معقد، كلام يحتاج إلى تركيز. نعم. على أن الواضع مطلقا أو واضع هذا الاسم هو تعالى. نعم، الله تبارك وتعالى هو الواضع، والله هو الذي وضع هذا الاسم اللي هو الله. الله هو الواضع في الحقيقة، علمه لغيره بوحي أو إلهام. الله تبارك وتعالى علمه للنبي، قال قول الله. فالواضع الحقيقي هو الله. مفهوم؟
على أن الواضع مطلقا أو واضح هذا الاسم بالذات، أن الواضع مطلقا لكل الأسماء أو واضح هذا الاسم هو تعالى، هو الله. إما علمه لغيره للأنبياء، قال يا آدم قل الله مثلا، أو بإلهام. الإلهام هو إما بوحي، الوحي يكون للأنبياء، الوحي للأنبياء، الإلهام يكون للأولياء. الإلهام معناه الله يقذف في قلبك، هكذا يقذف في قلبك شيء، يقول لك مثلا سمي ذات الله، سميها الله، هكذا، هذا اسمه الإلهام. الإلهام خاص بالأولياء والوحي خاص بالأنبياء. نعم. فهنا يا جماعة الخير، أيوة نعم. والرحمن الرحيم اسمان بني للمبالغة، يعني هما صفتان مشبهتان، أما هذا معنى اسمان، يعني صفتان مشبهتان بنيا للمبالغة، مبالغة في الرحمة، رحمن رحيم، مبالغة في الرحمة، مبالغة. فهم؟ اسمان يعني صفتان مشبهتان، صفات استحسين جر فاعل بها المشبهة اسم الفاعل، وكونها لحاضر ولازم كطاهر القلب قليل الحيل، كما أخذنا في الألفية، ولا نسيتم؟ نعم. مشتقان من رحم. من رحمة. لماذا من رحمة؟ لأن الصفة المشبهة لابد أن تكون مشتقة من الفعل اللازم، لازم الصفة المشبهة تكون مشتقة من الفعل اللازم، كما قال ابن مالك من لازم لحاضر، من لازم، قال من فعل لازم لحاضر، حاضر الآن، الصفة المشبهة تدل على الحضور الآن. كطاهر القلب قليل الحيل، طاهر القلب، مفهوم كلام هذا. ولذلك قال من رحمة، لأن رحمة فعل لازم، تقول رحم زيد، لازم رحم زيد، هذا ولذلك قال رحمة، لم يقل رحمة، لأن رحمة متعدي. لو قلت رحم زيد من لازم متعدي، عمرا، رحم زيد عمرا، لكن رحمة لا، هذا هنا. لذلك فعل على وزن فعل، لأن رحمة فعل لازم. واضح يا جماعة؟ قيد هذه الأشياء كلها، لأن الصفة المشبهة تكون من اللازم، من الفعل اللازم. لذلك قال الشيخ رحمة، لم يقل رحمة، أن رحمة متعدي، الصفة المشبهة لابد أن تكون من اللازم. نعم. أي من مصدر ذلك. من مصدر ذلك، نعم. ورحمة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان. هذه الرحمة. الرحمة عند ما هي؟ تقول فلان رحيم بفلان، ما معنى؟ بالنسبة لنا نحن رقة في القلب وانعطاف، ترق على فلان وتنعطف، يعني تميل إليه، يعني ترحمه، هذا ما رحم، معناه رقة في القلب، تجد في قلبك رقة. فلان هذا اسم طفل صغير يتيم، فقد أمه وفقد أباه مثلا، فأنت ماذا يحصل لك؟ يحصل لك في قلبك رحمة. ما هي الرحمة؟ رقة في القلب، يعني قلبك يصبح طيب جدا، يصبح قلبك طيب جدا وينعطف، يميل إلى هذا الولد اليتيم، تريد تكرمه، تريد تربيه، تريد تصرف عليه الفلوس، تريد تعمل له كل ما يحتاج. هذه رقة وانعطاف في القلب. لكن هذا الرقة ماذا تقتضي الرقة هذه؟ لو أنا فلان هذا اليتيم قلبي رق من ناحيتي، ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي الإحسان، يقتضي الإحسان والتفضل. فالأسماء من هذه كالرحمن الرحيم، مقصودها بالنسبة لله ما هو؟ غايتها، دائما مقصود منها الغاية بالنسبة لله. إذا قلت الرحمة، الله رحيم، ما معناه محسن. أي اسم من هذا الأسماء، رحمن، رحيم، كريم، حليم، كذا، المقصود منها غاياتها كما قرأنا في العقيدة. فإذا قلت رحمن
معناه محسن. ليس معنى رحمن أن الله في قلبه رقة وانعطاف، لا، مقصود منها أن الله محسن، لأن المقصود بها في حق الله غايتها إلى ماذا تؤدي. إذا أرق قلبي وكذا، إذا ماذا يؤدي؟ إلى الإحسان. فالرحمن معناه المحسن، هذا في حق الله. فهمنا يا جماعة؟ هذا تقتضي التفضل والإحسان. فالرحمة بالنسبة لله إذا قلت الله رحمن رحيم معناه محسن متفضل على عباده، وليس معنى أن الله في قلبه لا، حاشا لله، هذا يستحيل على الله. الله لا له قلب ولا يرق ولا شيء، لا. الله إذا قلت رحمن معناه متفضل محسن لعباده. نعم. وأسماؤه المماثلة لهذا. أيوة، كل أسماءه المماثلة لهذه. رحمن، الرحيم، هذه هي أسماؤه المماثلة لهذه، يعني المماثلة هذه اللي هو الرحمن والرحيم. انظر ماذا قال الشيخ تحت: مناسب أن يقول لهذين. قلت والمقصود بهذين الرحمن الرحيم. كل اسم يماثل هذين الاسمين فالمقصود منه غايته، مقصود منه غايته. نعم. وأسماؤه المماثلة لهذه أهو مأخوذة باعتبار الغايات. أهو ننظر إلى الغاية من الشيء، لا ننظر إليه الآن، لا، غايته. مثل الرحمة الآن رقة وقلب، ماذا تقتضي؟ ما غايتها؟ التفضل والإحسان. فالرحمة بالنسبة لله التفضل والإحسان. مثلا الحليم، ما هو الحليم؟ ما غاية الحلم؟ العفو، الكرم. فالحليم بالنسبة لله العفو والكريم مثلا. فدائما هذه الأسماء المماثلة للرحمن الرحيم المقصود منها في حق الله الغاية، النهاية، إلى ماذا تؤدي، إلى ماذا تؤدي، هكذا. نعم. التي هي أفعاله. التي هي أفعال، لأن الغايات أفعال يا جماعة، الغايات أفعال. لأن غاية الرحمة ما هو؟ هو الفعل، هو الإحسان، هو إحسان، هو التفضل، هذا فعل، هذا فعل. نعم. مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال، ركز، دون المبادئ التي هي انفعالات. نعم. أما المبادئ اللي هي الانفعالات هي الرقة، هذه مبادئ، وهذه عبارة عن انفعالات ليست أفعال. انفعالات، رقة القلب وحنان القلب وميله إلى هذا يسموه انفعال، هذه عبارة عن انفعال. نعم. فالمقصود لا، ليس المقصود المبادئ، لا، مقصود من هذه الأسماء في حق الله الغايات، ليس المبادئ اللي هي ماذا؟ المبادئ الذي قال الشيخ اللي هي انفعالات، لأن رقة في القلب والانعطاف وكذا وكذا هذا عبارة عن انفعالات، نفسك تنفعل. فهمنا؟ هذا هو. لاستحالة. وأسماؤه المماثلة لهذه، كل اسم مماثل للرحمن الرحيم كالحليم، كالعفو، كالرؤوف، كالرحيم إلى غير ذلك، مأخوذة باعتبار الغايات، ننظر إليها بالنسبة لله باعتبار الغاية منها التي هي أفعال، هي مثلا مثل الرحمن الرحيم اللي هي ماذا؟ الإحسان، إرادة الإحسان أو الإحسان أو التفضل. فالإحسان والتفضل أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات، لا، دون المبادئ. المبادئ عبارة عن انفعالات، لأن مبدأ الرحمة كيف يبدأ مبدأ الرحمة؟ رقة في القلب، حنان، ميله إلى فلان، هذا كله انفعالات، النفس تنفعل، تبدأ تنفعل. فلا، في حق الله لا، ليس المقصود بالمبادئ اللي هي الانفعالات، لا، لأنها تستحيل على الله هذه الانفعالات. إن المقصود في حق الله الغاية من هذا الانفعال. ماذا يحصل بعد هذا الانفعال؟ ما الغاية منه؟ التفضل والإكرام، هذا هو. نعم. لاستحالة الكيفيات النفسية عليه سبحانه، لاستحالة أن الله يرق قلبه ويميل إلى فلان ويحن على فلان، هذه تستحيل الانفعالات على الله، هذه الانفعالات تستحيل على الله. نعم. لذلك قال لاستحالة الكيفيات النفسانية عليه تعالى. نعم. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. فالرحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان،
أو المجاز المرسل ما هو؟ علاقته المشابهة، صح؟ المجاز المرسل علاقته غير مشابهة. علاقته غير مشابهة، والاستعارة علاقتها المشابهة. نعم. المجاز المرسل علاقته غير مشابهة، ها؟ بخلاف الاستعارة. نعم. أو إرادته. فهنا الرحمة بمعنى ماذا؟ الإحسان. هو الرحمة. الرحمة ما هي بدايتها يا جماعة؟ بداية الرحمة ما هي؟ رقة في القلب. هذه اسمها انفعالات. رقة في القلب وميل إلى الشخص، هذه لا، هذه غير مرادة في حق الله، لا. فهذا الرقة في القلب والرقة والحنان هذه تؤدي إلى ماذا؟ ما غايتها؟ التفضل والإحسان. فدائما في حق الله ننظر إلى الغاية. فالرحمة هنا بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان. نعم. استعمالا لاسم السبب في المسبب. نعم، استعمالا لاسم السبب في المسبب. استعملنا ماذا؟ أين السبب؟ رحمة. استعملنا في اسم المسبب. ما هو المسبب؟ إحسان. هذا استعمالا لاسم السبب في المسبب. هذا واضح يا جماعة الخير؟ هذا لأن الرحمة سبب إلى التفضل والإحسان. نعم. استعمالا لاسم السبب اللي هو الرحمة في المسبب اللي هو الإحسان والتفضل. نعم. والأول أبلغ من الثاني. الأول أبلغ من الثاني اللي هو ماذا؟ الرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما قيل. يعني الكلمة كلما كانت حروفها أكثر كلما كان فيها المعنى أكثر. الآن بين الرحمن والرحيم أيهما أكثر حروف؟ الرحمن. فالرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى زيادة حرف تدل على زيادة في المعنى. فما دال الرحمن فيه حرف زائد فمعناه في المعنى فيه أكثر من الرحيم. فمن الكلام هذا معنى. والأول أبلغ من الثاني، يعني الرحمن أبلغ في الرحمة من الرحيم. أبلغ. كما قال لزيادة بنائه، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا معنى الكلام. نعم. لزيادة بنائه. لزيادة بنائه. نعم. لزيادة بنائه كما في قطع وقطع. كما في قطع وقطع. أيهما فيه معنى التقطيع أكثر؟ قطع ولا قطع؟ قطع. ولماذا؟ لأن قطع فيها زيادة حرف، لأن هذا حرف مشدد، حرفين عبارة عن حرف. قطع ثم أدغمنا الطاء في الطاء أصبح قطع. فالآن زيادة حرف هنا مبنى، زيادة حرف تدل على زيادة المعنى هنا في قطع. قطع أكثر تقطيع من قطع. فمنا كذلك الرحمن الرحيم. نعم. ولا نقض بحذر وحاذر. بحذر. ولا نقضى بحذر وحاذر، لأن حذر صيغة مبالغة. زيد حذر من عمرو، يعني أشد حذر، يعني صيغة مبالغة من الحذر. نعم. أما حاذر هذا اسم فاعل، اسمه فاعل. نعم. لعدم التلاقي في الاشتقاق. نعم، لأن في شروط ثلاثة أظن أنا نسيتها. الشروط ثلاثة لازم يكون يعني اشتقاقهم واحد. فعل الجبل. فعل الجبل. كذا. فعل الجبل. كيف فعل الجبل؟ يعني هذه القاعدة يحتاج إلى ثلاثة شروط. هاي وثلاث شروط. نعم. ما هي؟ أظن اجتماع المشتقين. اجتماع المشتقين. نعم. يكون غير فعل الجبل صفة جبلية. صفة جبلية. نعم، جبلية ليس جبلية، جبلية. وفي شرط ثالث، فيها شرط ثلاث شروط. فهنا حذر وحاذر اختلف في ماذا؟ لم يلتقيا في الاشتقاق، لأن هذاك صيغة مبالغة وهذاك اسم فاعل. هذاك اسم فاعل وهذاك صيغة مبالغة. واضح يا جماعة؟ نعم. لذلك قال لعدم التلاقي في الاشتقاق. لعدم التلاقي في الاشتقاق، لأنهم لم يجتمعا في
الاشتقاق. واضح؟ نعم. وقدم الله لأن نوعهما مختلف، النوع مختلف، هذاك اسم فاعل وهذاك صيغة مبالغة، فالنوع مختلف. لما اختلف النوع هنا لا مشكلة. اجتماع النوع. ها؟ واحد الشرط الثالث اجتماع النوع. اجتماع النوع، هنا لم يجتمع النوع. هذاك اسم فاعل وهذاك صيغة مبالغة. نعم. وقدم الله على تاليه اللي هو الرحمن الرحيم، تاليه. وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. تاليه اللي هما يتلونه. ما معنى تاليه؟ يتلونه. الله الرحمن الرحيم هما تاليه. نعم. لأنه اسم ذات. نعم، لأن الله اسم ذات، اسم ذات كما قلنا. وهي مقدمة على الصفات. والرحمن الرحيم صفات، والرحمن الرحيم صفات، لذلك قدمنا الله اللي هو علم على الذات، قدمناه على الصفات اللي هي الرحمن الرحيم. مفهوم؟ هذا لأنه اسم ذات، لأن الله اسم علم على الذات. أما الرحمن الرحيم صفات، فقدمنا الذات على الصفات. نعم. فقدم ما يدل عليه عليها. نعم، فقدم ما يدل عليها. الذي يدل على الذات هو الله. أيوة، على فقدم ما يدل عليه، لأن الله يدل على الذات. أما الرحمن الرحيم صفات فقط، فلذلك قدم الله على الرحمن الرحيم، على الصفات. وهذا التقديم تعقلي. هذا فقط تعقلي فقط. أما لو نظرنا إلى الواقع فلا يوجد ترتيب بين ذات الله وصفات الله. ذات الله قديمة كما أن صفاته قديمة. واضح كلام؟ هذا لا يوجد ترتيب بين ذات الله وصفاته، لأن كلها قديم، لا يوجد واحدة وجدت قبل الأخرى، لا، كلها قديم لا بداية له. فلا أستطيع أن أقول ذات الله وجدت أولا ثم وجدت صفة الرحمن ثم وجدت صفة الرحيم، لا، هذا فقط تعقل، فقط في التعقل فقط. أما في الواقع لا يوجد ترتيب بين ذات الله وصفاته، لأن كله قديم. نعم. وإلا فذات الله تعالى وصفاته ليس فيها تقديم ولا تأخير بحسب الواقع، لأن كله قديم، فلا يوجد أن الذات وجدت أولا ثم وجدت صفة ثانيا، لا، كله قديم، كله لا بداية له. نعم. وقدم الرحمن على تاليه اللي هو الرحيم، وقدم الرحمن على تاليه وهو الرحيم. نعم. لكونه صار علما بالغلبة التقديرية. نعم. وقد يصير عالما بالغلبة ما لم يضف، وقد يصير عالما بالغلبة. زيد. لا، وقد يصير عالما بالغلبة مصحوب أو مضاف كالعقبة. وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب كالعقبة. نعم. هنا يوجد عندك الغلبة التقديرية والغلبة التحقيقية. الشيخ ذكرها تحت. الغلبة التحقيقية هي الحاصلة بعد استعمال اللفظ بالفعل في غير ما غلب عليه، يعني تستعمله أولا في شيء آخر ثم يغلب بعد ذلك في اسم، كغلبة النجم على الثريا. النجم قبل أن نستعمله في الثريا استعمل في معنى آخر، ثم بعد ذلك غلب استعماله على الثريا. مفهوم كلام؟ هذا غلبة تحقيقية. أما الغلبة التقديرية هي الحاصلة من غير أن يستعمل اللفظ بالفعل في غير ما استعمل فيه. أما الغلبة التقديرية هي أنك اللفظ تغلبه في شيء ولم يستعمل من قبل في شيء آخر. فهمنا جماعة؟ مثل هنا ماذا؟ الرحمن. هل الرحمن استعمل قبل أن نجعله صفة لله؟ هل استعمل في غيره؟ لا، لم يستعمل في غيره. هل الرحمن
وصف به غير الله قبل أن نستعمله في الله، لا، هذه الغلبة التقديرية. ثم بعد ذلك أصبح غلبة على الله، أصبح علما ماذا؟ بالغلبة على الله، لا يطلق إلا على الله الرحمن، إلا على الله الرحمن فقط، هو الله فقط. لا تأتي وتقول فلان رحمن، لا، ممكن تقول رحيم لكن لا تقول رحمن، لأنه أصبح يطلق على الله غلبة، أصبح علم بالغلبة، علم بالغلبة. نعم، هذا هو معنى الكلام، لكونه صار علما بالغلبة التقديرية. هذه التقديرية قلنا لأن هذا الاسم لم يستعمل قبل أن نستعمله صفة لله، لم يستعمل في غيره. نعم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. نعم، الرحمن هذا لا يوصف به إلا الله، فأصبح علما بالغلبة على الله، لا يوصف به غيره. لا تقل زيد رحمن، لا، محمد رحمن، لا، ممكن تقول رحيم، زيد رحيم، واضح؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم بالنسبة للنبي، لكن هل قال بالمؤمنين رؤوف رحمن؟ لا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. زيد. وأما قوله وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، هذا وصف به مسيلمة الكذاب، فهذا لا، هذا التعنت في الكفر، لا يقاس عليه، هذا تعنت في الكفر. فهما وصفوا مسيلمة الكذاب بأنه رحمن، لا، هذا تعنت في الكفر فقط، خطأ نشأ من ماذا؟ من مبالغتهم في الكفر، نشأ هذا الخطأ. وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، هذا واضح، هذا مدح لمسيلمة الكذاب لما زادوا في الكفر وطغوا، أخطأوا في الكلام فوصفوا مسيلمة بالرحمن، لا، هذا خطأ. فهم كلام؟ فقالوا لو أنت غيث الورى، يعني أنت الذي تغيث الخلق كلهم، أنت غيث الورى، غيث الخلق جميعا، لا زلت رحمانا، فوصفوا مسيلمة الكذاب بأنه رحمن. قال لك هذا خطأ نشأ في التعنت في الكفر، يعني في طغيان في الكفر، فلما طغوا في الكفر وتعنتوا أخطأوا في الكلام، قالوا أنت رحمن. فمن الكلام هذا هو. لأنهم ماذا؟ اعتقدوا نبوة مسيلمة. نعم. واعترض بأن كذلك اعتراض كذلك، واعترض عليهم كذلك، اعترض كذلك، اعتراضات كم بأن الصناعة، ما معنى الصناعة؟ يعني صناعة أهل البلاغة في تراكيبهم تقتضي ماذا؟ تقتضي الترقي للأبلغ. واضح؟ اقرأ لنا. واعترض بأن الصناعة، ما معنى الصناعة يا جماعة؟ يعني تراكيب البلاغيين، أهل البلاغة لما يريدوا أن يركبوا كلاما ينتقلوا من الأقل فالأعلى، ينتقلوا من الأقل فالأعلى، من الأقل ثم إلى الأعلى. كما تقول عالم نحرير، عالم نحرير، عالم نحرير، نحرير معناه متقن، هذا عالم فقط لكن هذا متقن، فأنت انتقلت من ماذا؟ من الأقل إلى الأعلى. لكن نحن هنا الرحمن الرحيم انتقلنا من الأعلى إلى الأقل هذا هو الاعتراض. لكن في الرحمن الرحيم قلنا الرحمن أبلغ، صح؟ الرحمن أبلغ، فهنا عكسنا احنا عند البلاغين، لا، من المفروض عند البلاغين نقول الرحيم الرحمن، لأن الرحمن أبلغ، صحيح؟ هذا الذي اعترض. واعترض بأن الصناعة يعني تراكيب البلغاء في كلامهم، إذا أرادوا أن يركبوا كلاما يأتوا بالأدنى فالأعلى، يقول عالم نحرير، عالم نحرير، نحرير هو المتقن، هو المتقن، فالعالم أقل من المتقن، العالم والعالم المتقن أيهما أبلغ؟ العالم المتقن، فهم يأتون إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، يقول عالم نحرير مثلا. لكن هنا لا، هنا قلنا الرحمن أبلغ من الرحيم، هو أبلغ منه وأتى قبله، هو كيف؟ الآن انتقلنا من الأعلى إلى الأدنى، رحمن أعلى ورحيم أدنى،
عكسنا القاعدة. عكسنا الصناعة ولا لا؟ عكسنا الصناعة. أيوة. فكيف يجيب الشيخ؟ واعترض بأن الصناعة تقتضي الترقي للأبلغ. هاو صناعة البلاغين تقتضي ماذا؟ الترقي للأبلغ من غيره. لازم نأتي من الأسفل إلى الأعلى، نقول رحمن، نقول رحيم، رحمن، هذا هو المفروض. مادام قلنا الرحمن أبلغ من الرحيم، لا نأتي بالرحمن هو الأول ثم الرحيم بعده، لا، من المفروض نقول رحيم رحمن. هكذا نكون مع الصناعة. نعم. كما في عالم نحرير. نعم. نحرير هو المتقن. نعم. وأجيب بجعل الثاني كالتتمة للأول. أيوة. قالوا هنا قالوا الرحيم هذا متمم للأول، متمم للرحمن. قالوا الرحيم متمم للرحمن، ليس أبلغ منه، لا، ليس أن الرحيم لا، متمم للأول كأنه تمام للأول، وليس أن الرحمن أعلى ثم أتى بعده الرحيم أسفل منه، لا، قالوا أن الرحيم هذا متمم للأول كأنه يتمم الأول. مفهوم؟ باعتبار ماذا؟ جلالة النعم فيه دون الثاني، لأن الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، أما الرحيم هو المنعم بدقائق النعم. فهم؟ فهمنا الكلام هذا؟ هذا كما أخذنا الرحمن منعم بجلائل النعم، صحيح؟ أما الرحيم المنعم بدقائق النعم. هذا. فقالوا ماذا؟ قالوا أن الرحيم هذا تكملة للرحمن، تكملة له، تكملة باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ هو قال لك هو انظر بجعل الثاني كالتتمة للأول، كأن الرحيم هذا يكمل الرحمن في ماذا؟ قال لك باعتبار جلالة النعم فيه، لأن الرحمن فيه جلالة النعم، لكن هذا ليس فيه جلالة، هذا فيه الدقائق، فكأن هذا الرحيم كمل الرحمن بالدقائق هذا. مفهوم؟ فكأن هذا الرحيم هذا كمل، لأن الرحمن منعم بالجلائل والرحيم منعم بالدقائق، فكأن الرحيم مكمل للرحمن من ناحية الجلائل والدقائق، كي يتم ماذا؟ يتم الدقائق للرحمن كذلك موجودة في الرحيم. واضح كلام؟ ذلك قال هو باعتبار، لماذا اعتبرنا تتمة للأول؟ قال لك باعتبار جلالة النعم فيه، جلالة النعم فيه، جلالة النعم فيه دون الثاني، أن الرحمن فيه جلائل النعم دون الثاني، دون الرحيم، فهو متمم له لكي يكون في الرحمن جلائل والدقائق مع بعض. فهمنا؟ هذا هو. نعم. زين. ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. نعم. هذا كتاب ألفه الدمنهوري رحمه الله، ألفه في البسملة وتوسع فيها جدا، وذكر كل ما يتعلق بالبسملة، لأن هذه الأبحاث كلها في البسملة. نحن الرحمن الرحيم الله الذات، كل هذا بحث في البسملة. فالشيخ قال لك من أراد أن يزيد تحقيقا في شرح البسملة وكذا فعليه برسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام، فإنها من أجل ما ألف في هذا المقام. قال لك فإنها من أجل ما ألف في هذا المقام. واضح يا جماعة الخير؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.